القوام المعتدل بتاعي واتجنب اي اصابات فيها تكون ورا وتحت. الناس بتشوفه عقاب يعني. ازاي اتكلمنا في الفيديو اللي فات ازاي ابتدي الجيم وايه اللي ممكن يخليني اكمل وايه اللي ممكن يخليني ابطل والحاجات اللي اركز فيها عشان اكمل على طول واقدر اوصل لهدفي من غير ما اوقف جيم. طيب النهارده هنتكلم ان احنا خلاص يعني هتخيل ان احنا خدنا الخطوة ورحنا الجيم وابتدينا تمرين. طيب اول حاجة ايه اللي المفروض ابتدي بيها كده عشان ابتدي صح وما يحصليش اصابة؟ احنا قلنا برضو في الفيديو اللي فات ان اخطر حاجة ممكن تحصل لي هي الاصابة، يعني عايزين نتجنب الحتة دي. ففي حاجة هي مهمة جدا لجزئين، اول جزء فيها ان هي بتخليني اتفادى الاصابة، تاني حاجة ان هي تخليني اتمرن مظبوط وان جسمي يستفاد باكتر استفادة. هي البوستشر بتاعي او القوام المعتدل بتاعي. لازم وانا في الجيم وانا بتمرن لازم كل جسمي يبقى مفرود ويبقى بشكل صحيح عشان اتمرن فالعضل يستفاد وما تأذيش في نفس الوقت واتجنب اي اصابات. طيب يعني ايه البوستشر بتاعي يبقى مظبوط؟ يعني من اول رجلي لحد راسي جسمي كله يبقى مفرود. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش مثلا اكون بتمرن رجل وركبي تكون داخله لجوه او ركبي تكون مفتوحه خالص. لازم يبقى مشط رجلي من تحت خالص يا اما مفرود يا اما مفتوح فتحه بسيطه خالص. تمام. يعني ما ينفعش العب مثلا رجل وانا رجلي عامله كده وانا مشط رجلي عامل كده او مفتوح زياده عن اللزوم، لا، يا اما معتدل يا اما في فتحه بسيطه خالص. العادي بتاعي ركبي ما تبقاش لازقه في بعض او بعيده قوي عن بعض، لازم برضو يبقى في الوضع الطبيعي بتاعي. طيب ده كده بالنسبة للرجل. بعد كده نطلع سنة في الوسط أو الحوض، ما ينفعش يبقى مقلوب أوي لقدام أو راجع أوي لورا، لازم برضو يبقى معتدل. والكلام ده كله طبعا بالنسبة للعمود الفقري أو بالنسبة للسباين لازم يكون مفرود من تحت خالص لحد فوق خالص ولحد الفقرات العنقية. طيب نيجي للجزء اللي فوق خالص عند الرقبة، لازم دقني تكون داخلة لجوه. تمام، يعني ما ينفعش ألعب وأنا عامل كده، لازم دقني دي تكون داخلة لجوه. بالنسبة لكتافي، كتافي هتكون ورا وتحت، دايما كتافي هتكون في البوز ده، كتافي هتكون راجعة لورا ونازلة لتحت، ده وانا بلعب اي حاجة. الكلام ده سهل، سهل بس محتاج تركيز، يعني على طول وانا بتمرن افكر نفسي، مش وانا بتمرن بس، وانا بتمرن وانا قاعد في الشغل وانا بسوق لازم البوستشر بتاعي يبقى كده. يعني نبتدي تاني من تحت. لو انا هتمرن رجل مثلا، مشط رجلي يكون يا اما قدامي يا اما مفتوح فتحه بسيطه خالص طبيعي، ولا مفتوح قوي ولا لجوه. ركبي ما تكونش ولا مضمومه ولا طالعه لبره. وسطي او الحوض يكون متزن، ولا مايل لقدام مقلوب قوي ولا لورا قوي. ظهري كله يبقى مفرود، كتافي تبقى ورا ولتحت، ودقني تكون داخله لجوه. تمام. ده كده اول حاجه المفروض ابتدي بيها وانا بتمرن اي حاجه في الجيم. التركيز في البوستشر ده هيخليني العب صح. وتاني حاجه ان انا اتجنب اصابات كتيره جدا ملهاش اي لازمه. احنا حتى دايما لما بنشوف حد شكله جسمه حلو او بتاع، بنحس ان هو رياضي او بنعرف ان هو رياضي، بنقول ده شكله حلو وجسمه مفرود كده. البنت دي شكل جسمها حلو وشكلها رياضي وجسمها مفرود. يعني بعيدا عن الضخامه العضليه، يعني انا ما بتكلمش على العضله، يعني بيلعب العاب قوه، اللي بيلعب سباحه، اللي بيلعب بوكسنج، مش لازم يكون فيه كثافه عضليه او حجم عضلي مهول، بس فردة الجسم دي وان هو ماشي بشكل معتدل كده، ده بيخليه دايما مميز كده، يعني تحس ان البني ادم الرياضي ده مختلف عن العادي. العادي بتاعنا يعني هو مش صح يعني، بس كتير قوي بنقعد واحنا ظهرنا يعني في تقوس بسيط. كتير قوي بنقعد واحنا رقبتنا قدامنا على طول ماسكين الموبايل ورقبتنا قدامنا ومنزلين راسنا كده، كل ده غلط جدا، كل ده بيضر العضلات والاوتار وكل الحته اللي فوق دي. على طول احنا عندنا اوجاع في الحتت دي كلها بسبب الفقرات العنقيه، وان انا مش محافظ على البوستشر بتاع دقني وراسي. فالموضوع ده مهم جدا. فده كده رقم واحد. طيب رقم اتنين هو التسخين. التسخين ده بحس انه ساعات الناس بتشوفه عقاب، يعني انا ممكن اقول لحد مثلا تعالى نخش نسخن، يعني اللي هو ايه، الموضوع ملوش لازمه يعني.
يا جماعة الموضوع ده مهم جدا 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 وخطير جدا، ومن غيره هيحصل مشاكل كتير، ومش لازم المشكلة تحصل في نفس اليوم، ممكن تحصل على المدى البعيد. طيب التسخين زيه زي أي تمرينة، هعمله زي أي تمرينة. يعني إيه؟ يعني هلعبه سيتس وريبس أو سيتس وتايم. أنا لما أجي أسخن أنا هختار العضلة اللي أنا هلعبها النهاردة، فلازم أسخن العضلة وأسخن المفاصل اللي هتتحرك معايا. الجملة المعتادة يعني اللي هو انت عندك ايه النهارده؟ عندك تشيست وبايسبس، اطلع اجري 10 دقايق على التريدميل ويلا هوب ادخل على طول. طب انا جريت، ايه اللي حصل لما انا جريت؟ حصل لي بامب، يعني الدم جري في جسمي كله. اوكي. طب انا حسيت ان انا في يعني في حرارة. طب هل المفاصل اللي هتشتغل سخنت؟ لا طبعا. هل العضلات اللي هتشتغل سخنت؟ لا طبعا. يعني ايه اجي العب ابر بودي واطلع اجري على التريدميل 10 دقايق؟ كهرباء قطعت. انا سعيد. كمل بعدين، مش مشكلة. طيب الكهرباء رجعت اهو الحمد لله. نكمل بقى في السريع عشان ايه؟ لازم اصل حاجة تفصل، يا الكهرباء تقطع يا المايك يفصل يا بطارية الكاميرا تقطع. المهم يعني. طيب بلاش بقى نجيب سيرة التريد ميل جميلة ما عملت لناش حاجة. المهم يعني اللي كنت بقوله ايه؟ ان بالعقل كده انا دلوقتي داخل اتمرن عضلة، لازم اسخن، ولازم اسخن العضلات المحيطة بيها. يعني انا هلعب باي حاجة في الابر بودي لازم اسخن كتفي، لان هو مفصل المهم وعضلاته سخيفة شوية فمحتاجة كلها تسخن. هاجي اسخن لور بودي لازم اسخن رجلي كلها وتتحرك بكل الاتجاهات، عشان لما اجي العب اي حاجة مفيش حاجة تتمزق او حاجة تشد زيادة عن اللزوم. فالتسخين مهم، اهتموا بالتسخين. طيب نسخن ازاي؟ زي ما قلت لكم، اهم حاجة ان انا هشوف العضلة اللي هتشتغل واسخن العضلة واسخن المفاصل اللي هتشتغل معاها. لازم لما اجي اسخن العب زي ما اتفقنا بسيتس، والعب عدات. يعني هلعب مجاميع، العب مثلا هسخن مثلا 4 مجاميع، كل مجموعه 30 ثانيه دقيقه، كل حركه مثلا 10 عدات وهكذا. هسخن اكني بتمرن. تمام، ده كده الجزء بتاع التسخين. طيب رقم 3 هو الاسترتشنج. انا خلصت تمرين، في حاجتين بعملهم، في حاجه اسمها كول داون وفي حاجه اسمها ستريتشنج. يعني ايه كول داون؟ انت لو بتجري مثلا ولابس ساعه سمارت او حاجه، او بتجري على تريد ميل او اي حاجه فيها بالس، فيها المجسات دي اللي بتقيس النبض، بعد ما بتخلص وتيجي توقف الماشين بيقول لك كول داون. كول داون دي اعتبرها كده ان انت بت ايه بت آه، بتبرد الموتور بتاعك. انت اتحركت وعملت مجهود، نبض قلبك عالي جدا والدم بيجري بسرعة والهارت ريت عالي، لازم ما توقفش مرة واحدة وتبطل الموتور مرة واحدة، لازم تهديه تدريجيا. يعني أنا كنت بلعب تمرينة عنيفة وعمال أشيل في أوزان وطق طق طق طق، خلصت ممكن أبتدي ألعب كارديو أخف ما يكون، ممكن أطلع أتمشى 10 دقايق، ممكن أعمل أي حاجة بحيث إن الهارت ريت بتاعي يبتدي يقل واحدة واحدة، الدم يرجع لمجراه الطبيعي، ويرجع يضخ الدم الأعضاء الحيوية المهمة بتاعة جسمي، ويخرج بره العضلات تدريجي بحيث إن أنا جسمي يبرد. رابع مرحلة أو آخر مرحلة في التدريب هي الاسترتشات. الاسترتشات فيها أنواع كتيرة جدا. المعروف واللي احنا بنعمله حاجة اسمها استرتشات متحركة أو استرتشات ثابتة، دايناميك وستاتيك. طيب ايه الافضل ان انا اعمله بعد التمرين؟ هو الستاتيك ستريتشنج او الستريتشنج الثابت، استرتشات الثابته. يعني انا بعمل حركه بحيث ان العضله اللي انا بلعبها تبقى مشدوده، وبثبت على الوضع ده من 10 ثواني ل 30 ثانيه. طيب لو انا حد لسه بادي ولسه مبتدئ وما عنديش، يعني مش رياضي بمعنى اصح، يعني هبتدي برضو الموضوع تدريجي. يعني انا لعبت عضله النهارده، مش هدخل مره واحده كده اقوم عامل استرتشات واثبت عليها 30 ثانيه، ممكن يبقى الموضوع متعب شويه. هبتدي تدريجي، هثبت 10 ثواني، المره اللي بعدها ازود 20 ثانيه، المره اللي بعدها ازود 30 ثانيه. وزي ما قلنا، زي ما التسخين او ورم اب بنعمله في سيتس في هيئه مجاميع، برضو الاسترتشات هنعملها في هيئه مجاميع. بمعنى ان انا مثلا لعبت رجل، فانا هبتدي اعمل استرتشات لرجلي، هتسترتش مثلا عضله معينه 4 مجاميع، كل مجموعه 20 ثانيه وهكذا.
فده باختصار اللي هقدر اعمله في كل تمرينة او كل مرة اروح فيها الجيم او هلعب اي رياضة حتى لو مش جيم يعني، بس عشان الموضوع يبقى ماشي كامل متكامل كده وابعد عن الاصابات وادي اكتر فايدة للعضلة اللي انا هتمرنها. الاسترتشنج كمان هيخلي العضلات ما تشدش جامد قوي، يعني مش لازم اصحى تاني يوم مكسر ومدغدغ ومش قادر اتحرك، وكمان بيساعد في الريكفري السليم بتاع العضلة. فاحنا باختصار كده قلنا 4 حاجات هنعملها. اول حاجه هنعملها لما نروح الجيم ان انا احافظ على البوستشر بتاعي وفردة جسمي، دقني برقبتي والسباين بتاعي العمود الفقري ووسطي يبقى في مكانه وركبي ومشط رجلي، جسمي كله يبقى مفرود. الكلام ده انا بتمرن في كل التمارين، حاول جسمي اخلي جسمي مفرود ومشدود. تاني حاجة هعمل وورم اب او تسخين، هسخن دايما اركز على المفصل اللي هيتحرك في التمرينة اللي هتمرنها والعضلات اللي هتشتغل في التمرينة اللي انا هتمرنها. اسخن المفاصل كويس جدا واسخن العضلات كويس جدا واديهم وقتهم والعب برضو مجاميع 3 مجاميع او 4 مجاميع. الحاجة التانية بعد التمرين هعمل الكول داون او ان انا ابرد جسمي تدريجي وارجع الهارت ريت بتاعي للطبيعي بتاعه بس تدريجيا واحدة واحدة. واخر حاجة هي الاسترتشات. يا رب تكونوا استفدتوا. انا احمد صالح من ريبتايل فيتنس، ولو الكلام ده عجبكم يا ريت تعملوا فولو سبسكرايب. سلام.